السلام عليكم. الناس بعد رمضان خرجت منه وزنها زايد او ثابت او نازل. هنحكي النهارده ازاي نخس بشكل بسيط ومش مكلف. كمل معايا للاخر. انا كنت كده وبقيت كده، تقريبا خسيت 32 كيلو في 6 شهور. كنت ماشي على نظام صارم جدا، هو الحقيقه ابن صارمه، الكيتو دايت، لكن مش هتكلم عليه النهارده لانه صعب جدا ومكلف في الوقت الحالي جدا. كل واحد فينا له عدد سعرات حراريه معينه بتختلف من واحد للتاني حسب الطول والوزن والمجهود، وهسيب لك في التعليقات معادله تقدر تحسب بيها عدد السعرات الحراريه اللي جسمك بيحتاجها. فبالتالي لو خدنا عدد السعرات الحراريه مش هنتخن، لو خدنا ازيد هنتخن، لو خدنا اقل هنخس. طب نخس ازاي؟ نخس ازاي؟ لما سألوا حسين الجسمي انت خسيت ازاي، قال لهم الاكل تعود. فببساطه يا جماعه شويه عادات لو عرفنا نظبطها في اسلوب حياتنا هنخس. اولا الممنوعات والبدائل. السكر، امنع السكر الابيض خالص ودخل مكانه سكر دايت. قلل الحلويات خالص، هي مره او مرتين في الاسبوع. ابعد عن البقال والكشك، اي حاجه بتتجاب من عنده سواء شباسي، حاجه ساقعه، سناكس، كل الحاجات دي سعرها الحراري عالي جدا وقيمتها الغذائيه قليله جدا. ابعد عنها. ابعد عن المقليات وزيت الاكل، ده اكتر حاجه بتنفخ الجسم. تالت حاجه العيش، خلي اقصى عدد ليك رغيفين في اليوم فقط، ودخل مكانه الخس والكابوتشا والخضار. خضار كتير كتير كتير. امال ناكل ايه طيب؟ خلي معاك اساسي في وجبه الغداء، الفطار، العشاء، طبق سلطه اخضر كبير. الفطار بقى عندك جبنه قريش، بيض مسلوق، فول بزيت زيتون، بطاطس مهروسه، تونه، زبادي، شوفان، بليله بسكر دايت او عسل نحل. عندك خيارات كتير، اهم حاجه الكميات تبقى قليله مش كتيره حسب سعرك الحراري. نيجي للغدا بقى اللي هي اكبر وجبه المفروض بتاكلها في يومك، الرز الابيض. والله الرز ما بيتخنش يا جماعه، الشعريه بالسمنه هي اللي بتطخن، فكل رز ابيض مسلوق اللي هي بالطريقه الصينيه. وطبعا الفراخ واللحمه والسمك تاكلهم يا مسلوقين يا مشويين يا صينيه. والعشاء زي الفطار. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعدك في انك تنزل في الوزن هو الصيام المتقطع. خلي ما بين اخر وجبه واول وجبه من 12 ل 16 ساعه، وبعد كده ما بين كل وجبه من 6 ل 8 ساعات. وطبعا معاك الشاي، معاك القهوه، معاك النسكافيه البلاك، وممكن نسكافيه بلبن عادي، الشاي الاخضر، اليانسون، النعناع، الجنزبيل. كل الحاجات دي بسكر دايت بترفع معاك الحرق تمام. وعاوز انبه على حاجه يا جماعه، اي حد عنده سكر او فرط في الانسولين ما ينفعش يدخل اي نظام غذائي الا باشراف طبيب. وطبعا كده انا بتكلم على اسلوب الاكل، ما اتكلمتش على مجهود زياده او اللي بينزل جيم او رياضه. طبعا لو مارست رياضه او زودت مجهودك شويه ده احسن ليك. ده كده بشكل مختصر جدا. لو عاوزين نعمل فيديو طويل عن الانظمه كلها اكتبوا لي في التعليقات. كنت معكم مصطفى سعد والسلام عليكم.